مش ده ياسين اللي بيطلع يعمل فيديوهات، مش ده ياسين تيوب اللي بيطلع يقول انترو او يعمل تحديات او يضحك او يضحك او يعمل تحديات. الموضوع النهارده هو موضوع كسوشيال ميديا شويه. طبعا قبل ما ابدا الموضوع بتاع النهارده ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وتيك توك وفيسبوك، هسيب لكم اللينكات الديسكريبشن بوكس وفي اول تعليق ثبت. ويلا بينا نبدا الفيديو. على جوده الصوت لو صوتي واطي، اسف على التصوير لو مش عدل، اسف على كل حاجه. الفيديو مش متخطط له اصلا، مش حاطط هدف ان انا هعمل الفيديو ده. الفيديو ده انا لقيت نفسي بحط ستاند الموبايل، فتحت الموبايل بدأت التصوير. الفيديو ده عبارة عن موضوع كده عايزة اتكلم عليه. الموضوع ده وهو اللي انا احكي لكم حكايتي. انا كان بدأت القصة من برنامج اسمه مواضيع، هحط لكم صورته هنا. طبعا انا عامل حساب عليه تبع انستجرام زي تويتر وزي تليجرام وزي الانستجرام تبع الحاجات دي. فانا عملت حساب اكونت عليه، قلت اما ادخل اشوف كده الدنيا فيه ايه وسمع عنه. وكل ما اقلب بوست الفيسبوك الاقي حد منزل بوست عليه، قلت احمله. اتلاقيته هو نفس حساب الانستجرام بتاعي، حتى بصورة البروفايل بتاعتي. فقلت تمام قوي، حتى بالبايو بتاعي تمام. ابتديت انزل فيديوهات، مقاطع تيك توك مش نازله على التيك توك نزلتها عليه، بوستات مضحكه. يعني رمضان دخل علينا، نزلت فيديو الفوانيس في رمضان كريم. يعني ابتديت انزل عليه بوستات خفيفه كده عن الانستجرام. وبدات من هنا القصه. نزلت بوست معرفش انا مسحته ولا ايه، بس لو ما مسحتوش هحطه لكم هنا، هبقى اخده سكرين وهبقى احطه لكم هنا في المونتاج. كل واحد من المتابعين يحط لنا رقمه عشان اكلمه اعيد عليه بمناسبة السنة الجديدة او برمضان، انا مش فاكر. المهم نزلت البوست، بالفعل فيه اللي بدأ كتب لي ارقامه، وبالفعل فيه اللي بدأ قال لي كلمني على الانستا عشان معهوش رقم. انا ما اتصلتش على حد من الارقام، بس هدفي بقى كان على الانستا. فتحت الانستجرام وكلمت الشخص، انا مش فاكر اسماء، ولو فاكره مش هقول اسم اشخاص، مش هذكر اسم اشخاص، بس انا مش فاكر والله الاسم. وحاليا اصلا الاكونت اللي كان بيكلمني ده هو اصلا معمول له، انا عملت له بلوك وهو اظن عامل لي بلوك. ابتدت تتكلم معاه، قلت له انت شفت لي البوست ده منين؟ وقال لي انا من طنطا. انا مش فاكر الكلام قوي، بس هو قال لي حاجه زي كده يعني. وكان بيقلب عادي في البرنامج ده واتلقى البوست بتاعي. ابتدى بقى سألته عندك كام سنة، في مدرسة ايه، بتتابعني من امتى وكده تمام. ابتدى بقى يسألني انت يوتيوبر ولا لا، معرفش ايه، عندك كام سنة برضو زي ما سألته كده. ومن هنا بدأت الحكاية القصة. طبعا دي كانت اكبر غلطة في حياتي، انا عمري ما كلمت حد كده. فانا المتابعين اصلا او المشتركين اللي عندي على القناة في ناس انا بتفاعل بقلب، وفي اللي ما بتفعلش، في اللي بعمل لهم ابلاغ، وفي اللي بحذفهم اصلا، وفي كومنتات حلوة بحذفها من غير ما اخد بالي. وفي بعض من الناس اللي كانت متابعاني على اول تيك توك خالص قابلتهم في الشارع واتصورت معاهم. وفي اللي كان متابعني على الفيسبوك من اول لما بدأت برضه اتصورت معاهم في الشارع. من هنا بدأت الحكاية. السوشيال ميديا، انا اول لما دخلت على السوشيال ميديا كان فيسبوك بس، ما عملتش انستجرام. ابتديت دخلت في عالم السوشيال ميديا اول لما جبت الخط بتاعي، خط اتصالات 011 عادي. ابتديت في عالم السوشيال ميديا، عملت واتساب، عملت فيسبوك، عملت ماسنجر. ومن هنا بدأت الحكاية وفتحت الانستجرام القديم. طبعا حصل كام حاجة معايا. فتحت حساب لماسنجر كيدز، فتحت يعني، بس في الاخر صفحتي القديمة راحت وانا مش عارف باسورد، بس الحمد لله انا رجعتها.
بس احكي لكم بقى القصه. بس اما رجعتها انا عملت فورمات. على فكره انا شكيت في اللي هو قال لي على الانستجرام، بعت لي صورتك واللي انا كلمته من على البوست بتاع مواضيع، شكيت ان هو هكر موبايل، او شكيت ان في حاجه غريبه كده، شكيت. فعملت فورمات للموبايل نهائي، الموبايل كل صور بقى فيديوهات اتمسحت. انا كنت اصلا متفق مع بابايا في الاجازه اني هعمل الموضوع ده، هعمل فورمات لموبايلي يعني، وهبدا قناه، لان الحساب اللي كان معايا ما كانش ينفع افتح عليه قناه عشان كان مش بالسن القانوني. فتحت فعلا حساب جوجل جديد، وفتحت فيسبوكي اللي هو بس القديم راح. بس انا عملت واحد جديد من قيمه 5-4 سنين كده. ابتديت ادخل بقى في عالم السوشيال ميديا، اليوتيوب. اول فيديو نزل ليا انواع الناس لما تكتئب. طبعا انا من نوع الناس اللي بعمل فيديوهات اصلا ما بنزلهاش على اليوتيوب، وواحد من الناس اللي ما كنتش بمنتج، يعني انا كنت بصور اخليهم على موبايلي ما بمنتجش. ابتديت بقى اتعلم المونتاج، وبدأت رحلتي مع برنامج اضافة نص على الفيديو، وكنت بمنتج يعني بحس ان انا عملت انجاز. المونتاج ولا جودة التصوير كانت ولا بد، لان كان موبايلي القديم سامسونج G7 كور. وبعديها ابتديت انزل برامج مونتاج واجرب، ومن احلاهم انشوت اللي انا حاليا بمنتج عليه فيديوهات شورتس، لكن فيديوهات طويلة ويند سويمر، مش فاكر اسمه، او بس هو ويند سويمر متهيألي. برنامج حلو انا بمنتج عليه لغاية دلوقتي. طبعا انا ما كنتش اعرف يعني ايه كروما، ما كنتش اعرف يعني ايه لايك واشتراك، ما كنتش اعرف الحاجات دي. انا كنت اتفرج على الشاشه بتاعتنا على يوتيوب، فانا ما كنتش اعرف غير اللي هم الناس اللي بيتفرجوا، عمال اقول يا امتى ابقى يوتيوبر شبههم، يا امتى ابقى اعمل لايك كروما والحاجات دي. وهنا بدأت رحلتنا. ابتديت بقى في عالم السوشيال ميديا، نزلت برنامج انترو ميكر، وبدأت بقى رحلتي على المونتاج. وكان تصويري من ده لده، يعني بجد كان تصويري وحش جدا اول لما بدأت القناة. زبطت من تصويري، زبطت من جودة الصوت، زبطت من كل حاجة. وعايزه اقول لكم انا ما طورتش من نفسي قوي، بس انا حاليا الموبايل اللي بدأت بيه هو اللي انا بصور بيه دلوقتي، موبايل ريملي C3. انا بصور بيه وبدأت بيه، ولغايه دلوقتي بمنتج عليه، وهو موبايلي الشخصي، على الانستجرام، على الفيسبوك، عليه كل حاجاتي. وكمان موبايلي على اليوتيوب، عليه حسابي بتاع اليوتيوب. انا ما عنديش حساب خاص، لان الحساب الخاص انا حولته لعام عشان عملت قناه اليوتيوب. وبدأت رحلتي مع اول فيديو، بدأت طبعا على شورتس، بعدين عملت اول فيديو بالعرض، او اول فيديو طويل، انا مين ياسين تيوب. وبدأت رحلتي في فيديوهات اليوتيوب. اوكي يا جماعة انا طولت في موضوع اليوتيوب، بس هكمل على موضوع الفيسبوك. المهم صفحتي مشيت، ما عرفتش ارجع، عملت واحدة جديدة وهي حاليا بتاعتي دي كانت بقى كنت ساعات بنزل عليها فيديوهات قصيرة وطويلة. صفحتي الخاصة بدأت رحلتي على فيسبوك. عملت فيسبوك عام، الفيسبوك العام اللي هو حاليا باسم ياسين احمد ريلز، اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس وفي اول تعليق مسابقة. بدأت رحلتي مع الفيسبوك العام، بقيت انزل ريلز، بقيت انزل صور، بقيت انزل اللازم منه يعني. وفي بعض الاوقات كنت بنزل مقاطع صغيرة من الفيديوز اللي بنزلها على يوتيوب. بس دي كانت حكايتي مع اليوتيوب، ازاي حققت حلمي او ما حققتهوش قوي يعني. بس انا وصلت من 0 مشترك ل36 مشترك. ممكن تكون ناس وصلت ل6 مشتركين او وصلت ل100 مشترك في يوم واحد، بس انا اجتهدت قيمة شهر. فضلت انزل في فيديو، وابتديت اكتر من الفيديو بقى. ممكن في اليوم مثلا اعمل لي فيديوهين، ممكن كل يوم اعمل فيديو. طبعا انا دلوقتي ما بقيتش اعمل كده، ممكن اخلي يوم لا، اقعد اسبوع. طبعا انا وقفت عشان امتحاناتي، فاللي هو ايه ما كنتش زي ما بدأت.
هنا بدأت رحلتي بقى، وابتديت على اليوتيوب انزل، وابتديت يظهر لي كومنتات حلوه. ما كنتش اعرف يعني ايه كومنتات، وما كنتش اعرف يعني ايه ديسكريبشن، وكنت بنزل فيديوهات كده مخصصه للاطفال. ما كنتش اعرف يعني ايه مخصصه للاطفال، ما كنتش اعرف يعني ايه مش مخصصه للاطفال. انا كنت بنزل الفيديو العنوان الصوره مصغره بس، ما كنتش اعرف يعني ايه بقى صوره، ما كنتش اعرف يعني ايه بقى ديسكريبشن، ولا اعرف يعني ايه لينكات، ولا اعرف احط صوره ولا صوره كفر ولا اي الكلام ده. انا كان عندي صور عادي على الموبايل، كنت اعملها ايه للفيسبوك بتاعي الخاص، نزل البرايفت يعني، نزلتها على يوتيوب. وبدأت رحلتي على يوتيوب، ووصلت ل 36 مشترك في خلال شهر. طبعا انا والله كان بودي ان انا الشهر اللي هفضل فيه على اليوتيوب اوصل ل 100 او 1000 مشترك، ل 100 مشترك ل 1000 مشترك، كان بودي يعني. بس اول فيديو ظهور لسعيد اللي هو ابو احمد، اللي هو ايه، كابو ار سي، اللي بيعمل مهرجانات يا جماعه. انا هحط لكم اللينك بتاع قناته. استضفنا ابنه بما انه صديقي في المدرسه بياخد معايا درس، فخدناه كده سحبناه بعد الدرس وقلنا له ايه، تعالى نعمل تحدي. نزلنا بالفعل بدأنا تصوير. مكنتش اعرف ان الفيديو ده اكتر فيديو جاب كومنتات عندي على القناه، ومن هنا بدأت المشاهدات تعلى، الكومنتات تكبر، عدد اللايكات بقى. الناس كل فيديو افتح كومنتات الاقي كومنتات تحفه. من اول دقيقه اتلاقيت 6 مشاهدات كده وفي اللي دخلوا عند صاحبي محمد علاء، هسيب لكم اللينك برده في اول تعليق. في اللي عند صاحبي محمد دخلوا اشتركوا ومفيش فيديو. بس انا طولت عليكم وانا بحكي لكم قصه حياتي دي. فبس لو عجبكم القصه بتاعتي يعني ازاي بدات على اليوتيوب، ما تنسوش تحطوا لايك وشير سبسكرايب للقناه، وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اكتبوا لي تحت في الكومنت عايزين فيديوهات ايه تاني. تابعونا على الموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وتيك توك وفيسبوك، هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن بوكس وفي اول تعليق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.